الناس من زمان كانوا بيعرفوا لوين رايحين. باليوم الواحد عم يصير 1000 تغيير، وبلادنا العربية بالذات مو مستقرة، يعني ما فيك تقارنها بأي بلد تاني مستقر. وهذا سبب من الأسباب إنه في كتير 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 شباب من عنا ما عم تعرف تحقق حلمها بالرغم من المواهب أو الخبرات اللي عندها. نحنا صرنا ما بنعرف شو بدنا أصلا، ولا حتى ايمت بنوصل، أو إذا في شيء رح نوصل له أصلا. وهذا أكبر فرق. النجاح كان واضح، اليوم ضباب، كل شيء مجهول ومشروط ومرتبط بمعايير خارقة للطبيعة. بس خليني أقول لك الحقيقة يلي ما حدا بيقول لك إياها، يلي أنا نفسي ما حدا قال لي إياها. هي الحقيقة أنا اكتشفتها بحياتي. من زمان كان النجاح أسهل لأن الحياة كانت أبطأ. جد عم حاكي. اليوم السرعة خلتنا نحترق قبل ما نوصل، وما نحس بيومنا أبدا قد ما أنجزنا. صرنا بدال ما نشتغل على حالنا، بوست بياخدنا وبوست بيجيبنا، ريلز بيطالعنا وريلز بينزلنا، لحتى عم ننسى شو كان بدنا نعمل أصلا. صار التليفون بدل ما يخلينا نشتغل على حالنا يسرق منا أغلى شي بنملكه، ووقتنا. أيام زمان كان الواحد يزرع، يصبر ويحصد، أما هلأ بدك تزرع اليوم وتحصد بكرة، وتعمل للقمح براند وتبيعه ديجيتال وبكرتونة ولوجو، وانفلونسر تعمل لك إعلان اشرناتا. يعني مختصر النجاح مع الطريق صار سباق جشع وسخ، والناس عم تتسابق فيه برخص رهيب. ويمكن تبيع أشياء أنت نفسك ما تحسن تبيعها، ممكن كرامتك، ممكن مبادئك، ممكن حتى شرفك. وإذا وقفت من هالسباق وكرامتك نقحت عليك بتم أقصائك من اللعبة. بس إذا ركضت ونافست بدون وعي بتتعب وبتوقع بدوامة. فأنت عم تكون بين خيارين، يا أما تركض تتعب أو توقف تندم. بس السؤال اللي ما حدا بيجاوبك عليه، في طريق ثالث؟ هل في أمل؟ هل ممكن ننجح اليوم حتى لو تأخرنا؟ رح نحكي عن هالشي بعد ما نشرب كاسة شاي. السلام عليكم. فقبل ما نبلش تذكر شي واحد، النجاح من زمان كان أبسط، بس هل هو كان أفضل؟ مو دائما، لأنك اليوم ولو الطريق أصعب في قدامك إمكانيات ما كانت متوفرة لأجدادك. فيك تعمل شي من ولا شي، فيك تنجح بطريقتك، بس بدك صبر وبدك تعرف شو تعمل. حرفيا استوعب معي شوي، التصرف الواحد صاير عم يفرق معه وعم يدفعك فاتورة مؤلمة. بنفس الوقت ما فينا ننسى إنه كل شيء نصيب وكله مقدر من رب العالمين. فأنت لما يكون عندك حلم لا تنسى إنه تتكل على ربك بكل شيء، حرفيا بكل شيء، بأي عمل بدك تعمله، بأي شغلة بدك تساويها، توكل على الله بكل شيء، لأنه ربك هو المنقذ الوحيد لك بهي الحياة. قد ما كنت بعيد عنه أو قد ما كنت ما بتعرفه، توكل على ربك وامضي بحياتك وشد حالك. ولما تفتح انستغرام أو تشوف حياة العالم بشكل عام، لا تقعد لحالك وتسأل حالك الأسئلة. يعني لا تقعد تقول ليش أنا مو هيك، ليش أنا ما عم صير مثلهم، ليش ليش ما عم بقدر أوصل للمكان اللي هن فيه. لا تعيش حياة غيرك، أنت هيك ما عم تعيش حياتك، أنت هيك عم تعيش حياة غيرك. يعني خلينا نكون صريحين، يعني نحن بسبب هذا الشيء ما عم نحسن نعيش اللحظة ولا عم نحس بجماليتها. حتى الأكل ما عم نحس بطعمته، المشوار ما عم نحس ببهجته، ما عم ننبسط بشي. بالعكس انت هيك بتكون عم تكتئب بدال ما تعيش البساطة. فكرة انه في مليون شخص حواليك عم يشاركوا نجاحاتهم بكل ثانية، هذا لحاله كفيل بانه يدمرك. ولما تشوفهم لا شعوريا بتفكر ليش انا مو هيك، ورح تصير تشوف الناس ماشيين بسرعة الضوء وانت واقف بمكانك، او يمكن عم ترجع لورا، تحس بفراغ اكتر، تعيش بشعور مقرف، وتكتئب، تقرف الحياة، وتتمنى لو انك كنت سحلية على الحيط أحسن لك من هالوضع اللي أنت فيه، وكأنك أنت آخر واحد بيوصل، وكأنك فشلت ولو أنه أنت لسه ما بلشت أصلا. ويمكن تكون مصيبتك أنك أنت لسه ما بلشت، وأنت كمان يمكن مالك عرفان أنه 3/4 هاي العالم عم تكذب. يا حبيبي بيكذبوا بطريقة ناعمة، يعني هيك طريقة مغلفة وناعمة وذكية، وبيرشوا على الموت سكة. ما بيورجيك الحياة الزبالة اللي هو عايشها ورا الكاميرا، ما بيورجيك كيف تدين لحتى يستأجر السيارة، أو كم سنة تعذب بحياته واشتغل وصمد لحتى اشتراها، ولا بيورجيك أصلا كيف صاحبه صوروا 10,000 صورة لحتى طلعت صورة ظابطة، واشتغل عليها مليار ساعة الفوتوشوب لحتى طلعت بالشكل اللي هي فيه، ولا هو كيف تدين هالكم ليرة وهو منتوف عايف الأرض تبعه ليسافر ويطلع لشي مكان ويتصور يقول لك ها أنا سافرت.
انت شايف النتيجة، مالك شايف الطريق. هذا مو فيديو تحفيزي ولا شيء. انا بدي مين يحفزني. فكر شوي. وفرضا لو شفت واحد عمره 22 سنة وناجح، لا تنسى ان في ناس ما حسنت تحقق احلامها حتى صار عمره 45 سنة. فانت لما تشوف شيء منيح شوف حدا تاني. ضاعت الحكمة. فالخلاصة كلها، الفكرة اللي بدي أوصلها من هذا الحديث كله، إن المقارنة دمرت أجيال قبل ما تدمر الأحلام. ليش؟ لأنها عم تكسر ثقتك بنفسك، تخليك تكره خطواتك، تكره حالك، تكره كل شيء، تكره الكوكب، تخليك تشوف تعبك قليل، إنجازك بسيط، وحتى إنه طموحاتك تافهة أو صعب كتير إنك توصلها. والمصيبة إنك يمكن تكون ماشي صح وأنت مالك فهمان شو السيرة ومالك عرفان الله وين حاطه. في دراسة عملوها لشباب بيتابعوا انستغرام بشكل يومي، إنه 80% منهم حسوا إنه حياتهم ناقصة بعد ما فتحوا البرنامج. 80%، يعني كلنا تقريبا. ما عاد فينا نشوف حالنا كأفراد عم نشتغل ونتطور وما عم نحس بإنجازاتنا. صرنا نقارن نفسنا بالمليارات. والشغلة اللي صايرة أكتر شيء بهذا الجيل إن المقارنة الوحيدة المقبولة صارت مع الناس اللي ناجحين كتير. يعني إنك تعيش بني آدم طبيعي هيك حياة متوسطة على قد الحال صارت ما تعبي راسه. يعني يا مليونير يا ما ولا شيء، يا مشهور يا أما ولا كلمة، يا جسم مفصل تفصيل يا أما أنت مو مهم. يعني واقع عم ينفرض مخليك تكره حالك، مو لأنك غلطان، لأنك بني آدم عايش بشكل طبيعي بس بعالم مو طبيعي. طيب شو الحل؟ الحل إنك تضل راكز، يعني تضبط وضعك هيك على الخفيف وتشتغل بشغلة واحدة وتثبت عليها وتشتغل بأحلامك وعلى الهادي وتطبخ على نار هادي. فأنت بعد ما تفوت بهالشي تشتغل بأحلامك تكتشف واقع جديد. اليوم صارت الناس تشتغل بس لحتى تدفع فواتير. في الصبح من أول دقيقة كل شي بده دفع، كل شي مي، كهرباء، بنزين، أكل، إنترنت. وإذا إذا فكرت مثلا إنك تفتح مشروع، يا أهلا وسهلا بكابوس التراخيص والإيجارات والضرائب والرسوم والمنافسة المجنونة. يعني بيوصلوك لمرحلة بعد ما انشل أملك طبعا إنه قبل ما تفكر بالنجاح لازم تفكر كيف تنفذ أو تنجو. بس ليش هيك بهالوقت كل شيء تغير؟ يعني ليش وصلنا لهالمرحلة؟ ليش رغم إنك عم تشتغل كتير ما عم تحسن تحس بالأمان؟ ليش دايما حاسس إنه هيك في مصيبة صغيرة إذا صارت ممكن تكسرني 2-3 لقدام؟ ليش بطلت تفكر بالنجاح وصرت بس بدي ارتاح؟ ليش صاير عم تحس وكأنك فايت بصراع كسر عظم مع الحياة؟ جواب بسيط بس مؤلم، لأن المنظومة كلها مبنية تخليك تشتغل مشان تعيش بس ما تعيش. يعني هيك تعيش بس على الخفيف، تشتغل لتاكل، تقبض لتدفع، لتبقى عايش، بس ما عندك وقت تتطور. تروح على دوامك وترجع تعبان مالك قدران تفكر حتى، وتنام وتفيق وترجع تروح وترجع وتعيد تفوت بهالدوامة وما تطلع منها إلا بقدرة ربك. وهيك بتمر سنة، تانية، ثالثة، رابعة، وفجأة بتطلع على المراية تلاقي حالك كبرت بدون ما تحقق شيء من اللي لمت فيه. وكل ما تحاول إنك تطلع من هالدوامة عم تغرق بزيادة. بيوم من الأيام مرة كنت عم بحكي أنا ورفيقي، يعني عم ناخذ ونعطي، فقال لي أنا عندي شغف كبير أتعلم تصميم، بس يا أخي الكهرباء ما بتجي إلا ساعتين والإنترنت زبالة وبساعد أهلي بالشغل، وبس أرجع من الشغل وأرجع بالليل ما بيكون عندي طاقة لأي شيء أعمله ولا حتى مزاج. فقلت له أنت مو فاشل، أنت بس واقعك صعب. وهذا الجواب عم ينطبق علينا كلنا، يلي هو فكرة محور الحلقة كلها. النجاح اليوم ما عاد موضوع إرادة بس، صار مرتبط بمحيط، بظروف، بضغط نفسي، بقوانين مو بإيدك. ببساطة النجاح صار رفاهية. النجاح شي بيملكه يلي معه وقت، يلي معه شوية مصاري وبيئته بتساعده. بس حتى مع هالشي في كتير 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 ناس نجحوا هن معدومين. يمكن ما عندهم شي، يمكن عندهم بس شي واحد، عندهم دافع يخليهم ما يوقفوا أبدا رغم كل شي. أو يمكن بيكونوا فهمانين اللعبة، فهمانين إنه بدك تكون أذكى مو أتعب. يعني بدك تعرف من أين تؤكل الكتف، لازم تعرف كيف تدرس الواقع، تتعامل معه بشكل واقعي. يعني مو من منطلق الحلم الوردي، بل من منطلق الناجي يلي بده يبني حلمه من قلب العاصفة.
فلا تلوم حالك إذا حاسس إن النجاح بعيد. يمكن تكون مشكلتك فيك، يمكن المشكلة بالنظام يلي كل يوم بحطك باختبار بدون ما يعطيك أدواته. ولا تنسى بنوب، رغم كل شي في ناس قدرت، وفي ناس بعدها عم تحاول، وفي ناس لساتها واقفة وعم تسأل هل لسه في أمل.